الانبهار شعور إيجابي حلو لأي شيء جديد، سواء لناس أو لاختراع جديد، وبيخلق جوانا شعور بالفضول لاكتشاف الأشخاص والأشياء. فانبهارنا بشخص له كاريزما وحضور جذاب، بيتكلم كويس ويمتلك مهارات مبهرة، بيخليك عايز تعرفه أكتر وتقرب منه وتتصاحب عليه. وانبهارنا بالأشياء بيخلق جوانا رغبة جديدة إننا نمتلكها، زي موبايل حديث بإمكانيات عالية وشكل جذاب. وفي شعرة صغيرة بتفصل بين الإحباط والانبهار. فالانبهار المبالغ فيه نتيجة التوقعات العالية ممكن يؤدي لإحباط شديد وخيبة أمل لو طلع عكس توقعاتنا. فشخص كنت منبهر بيه، لكن لما قربت منه وعرفت عيوبه، أو مع أول صدام وخلاف، وأحبطت جدا. أو اشتريت جهاز بإمكانيات فظيعة وتيجي تستخدمه ما يطلعش زي ما توقعت، وتحبط وتحس إنك رميت فلوسك في التراب. الأهم في الحالتين إنك ما تحطش توقعات عالية، لا على شخص ولا على شيء. ليه؟ لأنه بحسب مقولة أحد الأشخاص إن انبهارنا بالأشياء بينتهي لحظة امتلاكها، وانبهارنا بالأشخاص بيتلاشى بعمق معرفتنا بيهم. الوحيد المبهر الثابت ومش بيتغير هو ربنا. الكتاب المقدس بيقول عنه إن كل الناس كانوا بيبهتوا، يعني بينبهروا من تعليم معجزاته. الله أمين وثابت، ويبهرك بخلقه لطبيعة خلابة وتعاملاته معانا وتغييره لأقسى قلوب البشر وشخصياتنا العنيدة. الله الوحيد اللي يستحق انبهارنا، لأنه ثابت وسط عالم متغير ومحبط. هو أمس واليوم وإلى الأبد. فكرة تفكر.